أهلا بيكم في أول حلقة من بودكاست دمك خفيف بس حلله. معاكم دكتورة نقطة ودكتور محلول. هنا بنشرح لكم التحاليل الطبية بطريقة بسيطة مفهومة لكل الناس من غير تعقيد ولا مصطلحات مرعبة. هدفنا نفهم جسمنا ونطمن على صحتنا، لأن كل نقطة دم وراها قصة، وإحنا هنا علشان نرويها من غير تعقيد طبي ومن غير ما نلغي دور الدكتور المعالج. جاهزين؟ جسمنا عنده نظام محاسبة جامد جداً. كل حاجة بناكلها، كل قطعة شوكولاتة سرقناها بالليل بتتسجل في سجلات السكر. والله، وده مش سجل كده والسلام، ده سجل يومي شغال 24 ساعة. والجميل بقى إن أول ما نطلب من الجسم تقرير ختامي يبعت لنا إيه؟ تحليل السكر التراكمي HbA1c. التحليل ده زي متوسط المعاملات في كشف البنك، بيجمع كل تعاملات السكر اللي حصلت في آخر 3 شهور ويقولك بكل صراحة كنت ماشي كويس ولا فاتحها مع السكر على البحري. يعني مثلا لو جيت تعمل تحليل وانت صايم يومين قبله وبتقول أنا كده تمام، السكر التراكمي هيبصلك ويقولك معلش أنا شفتك من 3 شهور، فاكر كحك العيد؟ حتى لو كنت بتاكل كل اللي قدامك، بس الأسبوعين اللي فاتوا كنت ملتزم جدا ومش بتاكل غير خس وجزر، هتلاقي السكر التراكمي يبتسم ويقولك متشكرين على مجهود الأسبوعين، بس أنا مسجل لك كل حاجة. ده تحليل ما بيتهزش بالحركات دي، ما بيتغرش بالصيام يومين، هو بيقيس متوسط سكر الدم في كرات الدم الحمراء اللي عمرها حوالي 3 شهور. السكر التراكمي بيسجل في سجلاته مستويات السكر من أول يوم في ال3 شهور اللي فاتوا. يعني الرجيم القاسي قبل التحليل بأيام مش هيخدع النتيجة، هو بيحسب المتوسط مش آخر رقم. النسبة الطبيعية للسكر التراكمي بتكون أقل من 5.7%، وده يعني أنت تمام التمام. من 5.7% ل 6.4% دي مرحلة ما قبل السكري، يعني الجسم بيقولك الحقني بدري. والحقيقة المرحلة دي ممكن نرجع فيها السكر للوضع الطبيعي من غير أدوية خالص، بنظام أكل متوازن، رياضة حتى لو خفيفة، نص ساعة مشي في اليوم مثلا، نوم كويس، تقليل التوتر، وطبعا لو وزنك زايد النزول التدريجي في الوزن ليه تأثير ساحري. أما لو كان 6.5% أو أكتر غالباً في سكر، وده لازم متابعة مع طبيب فوراً. بس خد بالك، تحليل السكر التراكمي مش دايماً ينفع لكل الناس. لو عندك أنيميا شديدة أو تكسر مزمن في كرات الدم الحمراء زي أنيميا الفول أو أنيميا البحر المتوسط، أو حتى الناس اللي عملت نقل دم قريب، النتيجة ممكن تكون مضللة. عشان كده ساعتها الدكتور ممكن يطلب تحليل تاني زي السكر الصايم أو الفاطر، وده لأن السكر التراكمي بيعتمد على عمر كرات الدم الحمراء. لو عمرها قصير لأي سبب، التحليل مش هيقدر يحسب بدقة المتوسط. يعني الخلاصة، مفيش تحليل ينفع لكل الناس في كل وقت. يعني ما تقراش نتيجة التحليل وتجري تكتب في جوجل، لأ، افهم نتيجتك وابدأ بالخطوة الصح مع طبيبك. عشان كده مهم إننا نعرف إن التحليل مش لوحده، لازم يتفسر مع باقي التحاليل والأعراض، ودي مهمة الطبيب المعالج. وعشان كده شعارنا التحليل يتفهم معانا، بس التشخيص مع طبيبك. تابعونا الحلقة الجاية، وابقوا افتكروا احنا بنفهمكم التحاليل بلغة دمها خفيف ومن قلب المعمل. لو حسيت انك اتعلمت معلومة جديدة النهاردة، شارك حلقتنا دي مع اي حد ماسك نتيجة تحليل ووشه مكشر، وقول له اسمع دي يمكن تضحك وتفهم وتطمن كمان، علشان هدفنا دايما ان الوعي ينتشر ودمك خفيف يوصل لأكبر عدد ممكن من الناس. وما تنسوش، التحاليل مش رعب وإنها مش حكم نهائي، هي مؤشرات تفهمنا جسمنا. استنونا في الحلقة الجاية، هنفك شفرة تحليل جديد وهنتكلم ونضحك ونتعلم. ولو عندكم أي سؤال محيركم في التحاليل ابعتوه لنا.